السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غنشارك معكم واحد التقنية ما نعاودش لكم شحال كتجي مدغمرة وكتجي بنينة، وغنعطيكم السر ديال التنظيف ديالها. ما كتجيش فيها كاع ريحة ديال التقلية، كتجي واحد المذاق لذيذ، كتجي زوينة وبنينة. وفي نفس الوقت بغيت نشكر السيدات اللي كيجربوا الوصفات ديالي وكيرجعوا يعطيو من الوقت ديالهم وكيخليو تعليق زوين. شكرا بزاف بزاف. على بركة الله. بالنسبة للتنظيف، بالنسبة للكرشة اللي لونها أسود، كناخد الماء المغلي وكندير فيها أسبرو. كتبقى المرحلة دي اختيارية، تقدروا ديروا غير الماء المغلي وتقشروها، ولكن بالطريقة هذه كتسهل عليا الطريقة ديال التنظيف ديالها. كنغسلها مزيان حتى كيولي الماء ديالها ابيض كما كتشوفوا معايا. من بعد كناخد الاناء اللي فيه الماء، كندير فيه العصير ديال الحامض، وديك الطريف ديال الحامض كنقطعو مربعات صغيرة، وكندير فيه الملحة الدريه. والحاجه الثانيه ديال التقليه اللي غسلتهم مزيان بالماء، من بعد رقدتهم في عصير ديال الحامض والملحه. وديك العصير ديال الحامضه، خديت ديك الحامضه قطعتها مربعات صغيره، كنغسلهم مزيان بواحد الشكل اللي هو جيد. من بعد كنصفيهم وكنحطهم على جنب. ودابا نمروا للطريقه ديال الطهي، الطريقه اللي سهله ومبسطه اللي غنديروا كلشي في طنجره ديال الضغط. بسم الله. اول حاجه غناخذ التقليه اللي مقطعه مربعات صغيره مغسوله ومسقطره. غنضيف عليها واحد 3 ديال البصلات محكوكين، 4 ديال الفصوص ديال الثوم اللي حتى هما حكيتهم. عندي 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس عامرين مزيان. بالنسبة للتوابل، عندي ملعقة عامرة ديال الزنجبيل أو سكنجبير، واحد الملعقة مع عامرة ديال الإبزار أو الفلفل الأسود، ملعقة عامرة ديال الفلفل الأحمر أو التحميرة أو البابريكا، واحد ملعقة عامرة ديال القزبر يابس، وملعقة صغيرة ديال الكمون، واحد نصف ملعقة ديال الملحة، ونصف كأس من زيت الزيتون وزيت المائدة، وواحد ملعقة ديال الكركم أو الخرقوم البلدي. تروش الملحة لأن التقلية مغسولة بالملح مزيان ولو مشلة ومسقطرة، لأن من بعد غادي نديرو الزيتون والحامض مسير. نضيفو واحد 3 أوراق ديال الرند اللي ما تصوروش ليا. كنبقى نقلي في ديك التقلية مزيان على نار متوسطة حتى كتشرب ليا هذيك البصيلة والقزبر المعدنوس. دوك العطرية اللي درناها كاملة كتبان ليا شربات ليا ديك العطرية. ضفت عليها واحد لتر ديال الماء، وغادي نسد الكوكوط وغندير الصفارة، نخليها على نار متوسطة حتى طيب ليا التقلية. في هاد الأثناء خديت الزيتون الأحمر اللي درتو يتسلق باش تحيد منه شوية ديال الملحة. بعد ما سلقته وخليته يتصفى، كنجي التقلية ديالي اللي كنلقاها طايبة كما كتشوفوا معايا. خديت الزيتون الأحمر اللي مسلوق كنديرو على التقلية، وكناخد الحامض مصير. هذا علاش قلت لكم ما نكتروش الملحة باش كتجي مدغمرة وفي نفس الوقت ما كتجيش مالحة. كندير طريفات ديال الحامض على هذا الشكل، واحد الرشه ديال القزبر والمعدنوس، ونخليها واحد شويه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق يطلق لينا داك الزيتون ويطلق لينا الحامض في التقليه. إذا هذه هي التقنية ديالي، الطريقة اللي سهلة ومبسطة، وأهم حاجة أنها كتجي بنينة وكتجي متغمرة. ما نعاودش لكم واحد المذاق اللي كتجي لذيذة بزاف. غير جربوها راه ما غاديش تندموا، أكيد إلا جربتوا هاد الطريقة وذقتوها راه غادي تعتمدوها. وفي صحن التقديم اللي حطيت فيه التقلية على هاد الشكل، من بعد كنقاد هادوك القطع ديال الحامض مصير وكندير واحد الرشة ديال القزبر والمعدنوس. إذا وصلنا لنهاية الفيديو، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بلايك والاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.